السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الفطيرة الجميلة دي. يعني انا سميتها كده فطيرة البركان لان هي بجد جميلة جدا جدا، وهتبص تلاقيها بتنزل كده حاجات جميلة زي ما انتم شايفين كده. يعني بس مالكمش دعوة بقى باللون البني اللي حواليها ده، هقول لكم دلوقتي هو حصل من ايه. بس في الاول بقى حط لي لايك للفيديو، وكمان اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك من كلمة اشتراك اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو، ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا على طول على الوصفة بتاعتنا النهاردة. سهلة جدا جدا وبسيطة، هي شبيهة كده للكانيلوني او البشاميل، بجد جميلة جدا جدا. اول خطوة طبعا هعملها دلوقتي وهي البشاميل. حطيت 3 معالق من السمنة على زيت، الاتنين ده او ده. لو عندك حاجة واحدة بس مفيش مشكلة، وعليهم 3 معالق من الدقيق. وكمان بديهم تقلبتين كده يتحمروا معايا، وبنزل عليهم بلتر الا ربع من الحليب. وببهره بس بالملح والفلفل الاسمر، ما حطيتش ازيد من كده. تمام يا قمر. تقلبي بقى كده يا حبايبي لغايه ما يوصل معاكي للقوام اللي هتشوفيه دلوقتي. يعني لا هو تقيل ولا خفيف زي ما انتوا شايفين كده. كده اول خطوة خلاص خلصت. تاني خطوة بقى معايا يا حبايبي، هنعصق بقى اللحمة زي ما انتوا شايفين كده معايا. 3 بصلات كبار بالشكل ده، حطيت لهم زبدة برضو وزيت لغاية ما يتشوحوا معايا كده بالشكل ده. وبحط رشة ملح الأول علشان الملح بيساعد ان البصل يدبل بسرعة. تمام. ونزلت على طول باللحمة زي ما انتوا شايفين كده. يلا بقى يا قمر اللايك للفيديو، لان بجد الوصفة دي هتعجبكم جدا جدا. كمان لما هتجربوها بجد هتقولي تسلم ايدك يا ام ملك. طبعا دي ما تنسيش تقوليها لي في الكومنتات. زي ما انتم شايفين بقى كده يا قمر، قلبت كده اللحمه بتاعتي لغايه ما غيرت لونها كده. وكان عندي بقى فلفل الوان في الفريزر، طلعت كده شويه وحطيتهم عليها. وبهرتها بقى بالفلفل الاسمر، وشويه من السبع بهارات، وشويه من بهارات اللحمه. ما حطيتش حاجه ازيد من كده. تمام يا قمر. حاولي ان البهارات ما تبقاش في الاكل كتير وبزياده، علشان تستطعم الاكل وتحس بطعمه كده. وكمان ضفت معلقة كبيرة من الصلصة، وعليها يعني حوالي ربع كوباية كده من المية، او هنقول 3 معالق كبار، مش مية كتير طبعا. زي ما شفتوا كده. وهنديها بقى اللحمة تقلبتين كده بالشكل ده. وهنسيبها بقى على النار، على نار هادية كده بقى، ونغطيها حوالي بالظبط يعني من 5 ل7 دقايق بقى كده، ايه، تاخد غلوة كده وتستوي. تمام يا قمر. نيجي بقى هنا لتالت وصفة كده. اول وصفتين احنا عاملينهم مع بعض كتير قبل كده. تالت وصفة بقى يا حبايبي، زي ما انتم شايفين كده معايا كوبايتين من اللبن. وكمان هحط عدد 2 بيضة. 2 بيضة بس هنستخدمهم في الوصفة بتاعتنا النهاردة. زي ما انتم شايفين كده في الخلاط على طول. ما تتعبيش نفسك وتقعدي تعملي بالمضرب السلك. تمام. انا على طول حطيت المكونات بتاعتي في الخلاط، وضربتها في الخلاط زي ما هتشوفوها دلوقتي. بهرت اللبن بتاعي والبيض بالملح والفلفل. ما حطيتش توابل ازيد من كده طبعا، الفلفل علشان زفارة البيض. وحطيت كوباية من الدقيق، كوبايتين من اللبن وكوباية من الدقيق. وضربتهم في الخلاط بالشكل ده كده لغاية ما يوصل للقوام ده. لا تقيل ولا خفيف برضو. تمام. ده يا حبايب قلبي الكريب زي ما انتوا شايفين كده. بدأت بقى كده الطاسة بتاعتي ودهنة زيت كده. ونزلت على طول بكبشة كده في الطاسة. بس ما تخافيش لو اول واحدة باظت منك او تاني واحدة، ما تخافيش مش هتترمي. تمام. انا في الاول كده في حاجات بتبوظ مني عادي خالص. يعني ما تصعبيهاش خالص، ده طبيعي لغاية الطاسة بس ايه ما بتتظبط معاكي على النار اللي انت ظبطاها. تمام. فخلي دايما النار بتاعتك وسط كده. وتبدأي تحطي دهنة زيت، وكمان على طول تبدأي انك إيه تنزلي بكبشة كده من الخليط بتاعنا زي ما هتشوفوا دلوقتي. ما تخافيش خالص لو واحدة باظت منك، ده طبيعي خالص. تمام. ننزل كده بالكبشة بتاعتنا بالشكل ده، وتقلبي الطاسة كده علشان تظبطيها معاكي تبقى دايرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتبدأ طبعا بتعمل فراغات كده. شايفين ما شاء الله جميلة جدا جدا. ما تخافيش لو حاجة باظت منك. تمام. بتبدأ تعمل فتحات كده وفراغات فيها. خلاص هتبدأ ان هي تدخل في السوى، تقلبيها بقى على طول. انا بصراحة يعني الاسباتولا ما حبيتش ان انا اقلب بيها
ما عجبتنيش خالص بصراحة. القلبان بالايد لما تمسكي الطرف بتاعها كده وتقلبيها بالايد هتبقى معاكي سهلة وبسيطة جدا جدا. هعملها معاكم دلوقتي تاني علشان تشوفوها كويس. دي يا حبايبي عجينة الكريب او الكانيلوني، يعني اي اسم انتوا بتقولوه عليها، سهلة جدا جدا وبسيطة. تمام. الوصفة بتاعتنا النهاردة بجد ما شاء الله جميلة وسهلة جدا جدا. تعمليها في عزومة، تعمليها لضيوفك، في اي حاجة لأولادك في البيت، بجد هتعجبهم جدا جدا ومش هتبطلي تعمليها. زي ما انتوا شايفين كده دهنة الزيت، ونزلت على طول بكبشة من الخليط بتاعنا، وهبدأ هقلبها معاكم دلوقتي. بس شايفين بقى لما النار بتتظبط معاكي وايدك بتاخد على الخطوات اللي انت بتعمليها، هتطلع معاكي ما شاء الله جميلة جدا جدا. تعملي كده الحروف بالمعلقة كده، وتبدأي لما تلاقيها خدت لون تبدأي تقلبيها بالشكل ده. خلص بقى كده يا قمر زي ما انتوا شايفين كده. بس ما شاء الله شوية يعني كوباية الدقيق بتاعتنا عملت معايا شوية حلوين زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى الصينية بتاعتي اللي هبدأ ارص فيها. لو حابة تعمليها في صينية من بتاعة البسبوسة الصغيرة تمام، تبقى على قدها كده. جبت شوية من البشاميل. طبعا البشاميل لو سبتيه هيتقل معاكي، ممكن تخفيه شوية بشوية مية سخنين او بشوية لبن لو متوفر عندك. تمام، عشان ما يبقاش تقيل معاكي قوي ويبقى انسيابي زي ما انتوا شايفين كده. حطيت طبقة من البشاميل طبعا علشان تمسك الفطيرة بتاعتي في الصينية، وحطيت الفطيرة وكمان اللحمة، وحطيت كمان شوية من البشاميل. طبعا البشاميل بيمسك اللحمة معايا، وزي ما انتوا شايفين كده. رصي بقى يا قمر على بعض كده، رصي علشان ايه تلظ كده في الاخر، وهتبقى جميلة ما شاء الله. الطعم بقى والريحة بجد هيعجبكم جدا جدا. الخطوات واحدة من الكريب واللحمة، وبعدين طبقة من البشاميل لغاية ما تخلصي كل الطبقات بتاعتك بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. هنيجي بقى بباقي البشاميل علشان نغطي بقى الفطيرة الجميلة اللي احنا عملناها دي. شايفين بقى البشاميل اللي نزل ده هو اللي اخد معايا اللون البني ده في الصينية. بس ما تخافيش منه خالص، ما تقلقيش، الفطيرة تطلع معاكي جميلة ومش هتلاقيها لازقة في الصينية. تمام، وهتطلع معاكي زي الفل. حطيت بقى البشاميل كده في الوقت ده تكوني مشغلة الفرن على درجة حرارة عالية، وبعد كده تخليه وسط معاكي. تمام يا قمر، هي تعتبر كل حاجة مستوية. وكمان بقى نحط رشة جبنة كده على الوش بالشكل ده، وفي الفرن بقى لغاية ما توصل معاكي للشكل الجميل ده. بس تهدي النار من تحت شوية علشان البشاميل كده ما ياخدش معاكي اللون البني ده زي ما عمل معايا. انا الحاجة اللي بتبقى غلط او كده انا بتكلم فيها، والصح بتكلم فيها، فانا مش بداري اي حاجة ولا بخبي اي حاجة عليكم. تمام. نقطع بقى حتة جميلة كده، يعني قطعة ما شاء الله اللهم بارك. وعايزة دلوقتي هوريكم شكلها دلوقتي من جوه الرصة بتاعتها، والشكل ما شاء الله جميل جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. بقى على طول على الطبق علشان ما تقعش مننا وتبهدل الدنيا. شايفين ما شاء الله جميلة جدا جدا. ممكن تعمليها في صينية من بتاعة البسبوسة الصغيرة وتتقدم بالصينية على طول على سفرتك او لأولادك، وبالهنا والشفا على قلبكم. حط لي بقى لايك للفيديو. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.